مستثمر عراقي تعرفت عليه عن طريق مالك شركة عقارات كنت أعمل معه لتطوير شركته العقارية. وقابلنا المستثمر هذا في مكان عمله، وهو يملك فرنشايز لجلوريا جينز، وهو براند معروف في عالم الكافي. يعني ينافس ستاربكس ونظراءه. وعلى الطاولة موجود أوراق بزنس لمادو مكتوب عليها مادو. مادو البراند المعروف في عالم الحلويات وأيضا وهو كافي. وكان مجلوس، كان جالس ابن هذا المستثمر العراقي، فأنا عرضت عليهم أنه أنا ممكن أدرس لهم صحة قرار الاستثمار في فرنشايز مادو. لا، وتبادلنا الأرقام، لكن ما تمت دراسة صحة هذا القرار. لكن بعد أشهر تواصل معي الابن وأخبرني أنه إحنا أخذنا الفرنشايز واشتغلنا. قيمة الفرنشايز 4 مليون طبعا ليرة تركية، يعني مبلغ. فأخذنا الفرنشايز والأمور تمام، لكن أشعر أنه في صعوبة بالبزنس، في توريد الزبائن قليل. في زبائن طبعا الحمد لله وفي أرباح، لكن أشعر أنه المشروع يحتاج إلى تطوير. فعرضت عليهم خدمة البزنس ماب لحتى نضع خريطة للمشروع، كيف يجب أن يكون المشروع افتراضيا، ونقارنه بالواقع ونستنتج المشاكل. فقبلوا طبعا، وخلصت بنهاية دراسة الخريطة هي أنه الانتقال من واقعنا إلى أهدافنا في مشكلة في إدارة هي الرحلة. إدارة هي الرحلة ليست سلسة، فالمشكلة في الإدارة. ومن يدير المشروع هم الأب وابنه. فأنت نتائج الماب أن هناك مشكلة في المالك وابنه في عملية الإدارية. فأخبرتهم بهذا المشكلة، فقال لي يعني أنت كيف تقول لي هذا الكلام؟ أنا عندي كافي بالعراق وعندي كافي بالإمارات، مطعم بالعراق وكافي بالإمارات، وعندي جلوريا جينز، فكيف تقول لي أنا لا أعرف أدير مادو؟ قلت له هي ليست لها علاقة بالنجاحات السابقة. مادو براند عمره أكثر من 100 سنة. لما يدخل العميل له هو يتوقع جودة معينة بالخدمة، والمسؤول عن جودة هذه الخدمة هو الإدارة، لأنه هو اللي يختار الموظفين. وفي لمسات صغيرة يعني يلاحظها العميل وتؤثر بعملية الخدمة وبعملية توليد الزبائن وعملية ولاء الزبون أن يعود مرة ومرة. والكرت الرابح الذي أيضا طرحته لأكسب نتيجة هذه الدراسة، أنه قلت له أنت متأكد أنك أنت من تدير جلوريا جينز؟ يعني تملك قرارات إدارية؟ فيخبرني المالك الأب أني بصراحة جلوريا جينز لا يسمح لي باتخاذ أي قرار إداري إلا بعد مراجعته. يهم الإدارة بشكل كامل، وهي سياسة البراند جلوريا جينز، أنه الإدارة عندهم ما يقدر يوظف حتى واحد. قال لي أنا كنت أريد أن أوظف محاسب، دخلوه بدورة ودربوه مأجورة، ودربوه بعدين سمحوا لي إني أوظفه. فهنا تأكد هو كمالك انه يعني في شيء من صحة من الكلام وخلاصة هاي الدراسة. المهم بعد اسبوع قابلوني بمدير تركي يديه خبرة عالية، هو يتجاوز 40 صراحة، اتوقع بال50، ويجيد الانجليزية بشكل ممتاز. جلست معه، مقترحاته لتطوير الإدارة كلها تحتاج إلى ضخ أموال. هو يريد أن ينشئ قسم جديد، ويريد أن يضيف موظفين بروفيشنال على كلامه، ويريد أن يعمل كذا وكذا، كلها تحتاج إلى ضخ أموال. والمشروع ليس أرباحه، يعني ما مرتاح المالك بالأرباح، في أرباح، لكن يعني ليس من الحكمة أنك تضخ مال وتلزم المالك بذلك. فأنا يعني اختلفت معه، وحتى بنهاية جلستنا قلت له can you tell me what your definition about management؟ يعني إنه قل لي شو تعريفك للإدارة؟ يعني لأنه من مبادئ الإدارة إنه أول شيء نريح المشروع ربحيا، ثم نضخ مال. فهنا امتعض جدا وتضايق ورمى القلم، وأخبرني إنه هي ليست جلسة اختبار، وإنه يجب إنك تدفع لي فلوس عشان أجاوبك على هذا السؤال. فأنا انتقلت إلى المالك الأب وقلت له أن هذا الإداري لا يصلح، لأن الإدارة هي علم وخبرة،
والوجه الآخر إلها هي التواضع، وهذا لا ما عنده هي الصفة. بعد فترة أخبروني إنه في إداري آخر نود أنك تقابله. قابلته، إداري اسمه عمر، تركي، في أواخر الثلاثينات، رائع صراحة. مقترحاته يريد أن يلغي نصف الموظفين، وأن كانوا 12 موظف، يعني يجعلهم 6 ويجعلوا شفت واحد طويل ويرفع رواتبهم شيء بسيط ويدربهم لمدة 4-5 أشهر، وبعدها يضيف 6 آخرين ويعود للوضع الطبيعي اللي هو 12 موظف وشفتين، بس يكون الطاقم الجديد طعم بالطاقم اللي قديم اللي هو دربه. نجحت الخطة اللي هو مشي عليها هذا عمر. وبعد انتهاء هاي الفترة الانتقالية المشروع يعني زبائن أكثر عددا، جودة، سلاسة الأرباح، سهولة عملية الإدارة، وارتاح المالك وارتاح الابن. الدراسة ليست حبر على ورق، الدراسة هي قرارات تغير على المدى القصير والبعيد للمشروع.